السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبق الحلو ده، كباب الحلة اللي قدامكم ده مش لحمة. والله زي ما بقول لكم كده، دي كبدة فراخ. هنعملها احلى كباب حلة. يعني هنعمل كباب حلة موفر شويتين. هنعمل ايه؟ عندي كيلو كبدة فراخ. السكينة ما جاتش ناحيتها، مجرد ان انا غسلتها سليمة كده زي ما هي، مش هقطعها طول ما هي نية. هنعمل فيها ايه وازاي اخليها الكبده دي تبقى متماسكه، ولما اجي اعمل منها كباب حله تبقى حته الكبده ما تتهريش مني ابدا، ماسكه نفسها كده زي اللحمه المسلوقه، وكمان طريه من جوه ما تشدش معايا. ده اللي هنعرفه النهارده مع بعض. مقاديرنا سهله وبسيطه جدا. اول خطوه معايا حله نصها ميه بتغلي، وهحط فيها كوبايه لبن. اللبن ده بقى هحط عليه معلقه خل، اخليه يقطع كده يا جماعه، يبقى عامل بالظبط زي اللبن الرايب زي ما هتشوفوا دلوقتي في الحله. طب ايه فايده ان انا احوله اللبن رايب او لبن قاطع في الميه؟ انا هسلق كبده الفراخ سليمه زي ما هي في الميه واللبن الرايب او اللبن القاطع ده، وده اللي هيخلي الكبده تفضل طريه من جوه، ما تنشفش منك ابدا. كتير مننا بيشتكوا لما بنستعمل كبده الفراخ بتشد مننا وبتبقى قاسيه شويه. النهارده يا جماعه هنعمل كبده الفراخ بطريقه جديده لنج. ازاي الكبده تبقى متماسكه بس في نفس الوقت جوسي كده من جوه وطريه وهتحبوا اكلها. ده غير الخل اللي تحط مع اللبن، هيخلي ريحتها حلوه جدا، ما فيهاش اي ريحه زفاره اطلاقا. بصوا بقى، تاخد غلوتين اتنين واروح مطلعاها من الميه على المصفى بالشكل ده. شايفين لونها فاتح وجميل؟ ده كمان والله يا جماعه الاضاءه ظلماها، دي بتبقى طالعه لونها وردي في منتهى الجمال، وقلبها من جوه قشطه بمعنى الكلمه. والميه اللي انتوا شايفينها دي بقى هي باللبن اللي قطعته بمعلقه الخل، هي اللي شدت كل الزفاره اللي كانت في كبده الفراخ. دلوقتي بقى معايا كبده متماسكه وفي نفس الوقت قلبها طري، وكمان اقدر اقطعها زي ما انا عايزه. خدي بقى كل فص من الكبدة على 2، يعني كأن الكبداية الواحدة الكبيرة هقطعها على 4 زي ما انتم شايفين، وبتتقطع متماسكة وحاجة زي العسل. بعد كده هجيب ووك أو حلة واحط فيها زيت، ولو حابه تحطي ليا مفرومه، لو عندك ليا ضاني مفرومه حطي مفيش مشكله. وبعد كده بنزل بالكبده الاول، اديها تشويحه وتقليبه محترمه، وانا حاطه في بطني بطيخه صيفي ان الكبده مش هتتهري مني ابدا وانا بشوحها. ايه يا هالة اللي خلاكي مطمنة وعمالة تشوحي فيها قوي كده؟ ان انا سلقتها الاول. بعد كده هروح جايبة 3 بصلات مقطعاهم جوليان بالشكل ده على كيلو الكبدة يا جماعة، جوليان رفيع، واروح حطاها على الكبده واقلب تاني. ما عنديش اي مشكله خالص، ما عنديش حاجه هتتهري اطلاقا. بصي كانها لحمه مسلوقه بالظبط. هفضل اقلب فيها كده، اخلي بس ايه البصله تطرى كده سيكه كده معاها كده. وبعد كده هروح جايبه فلفل اخضر رومي، وممكن كمان لو عايزه تحطي فلفل الوان، ممكن لو عايزه تحطي فلفل حامي براحتك خالص. هحطهم برضو كده، احط الفلفل على البصل والكبده، ونفس الحكاية هقلب برضو كويس قوي. بقى عندي دلوقتي في طعم البصل، طعم الفلفل، الكبدة لسه ما اتبلتش، محتاجة نص كوباية مية تلملي بقى كل النكهات الحلوة دي، الأطعمة الجميلة اللي موجودة قدامي في الوك دي. نص كوباية مية بس اروح حطها عليها كده. ولو عايزة الكباب الحلة يبقى فيه صوص بني كتير، لو هتغمسيه مثلا بعيش ممكن تحطي بدل نص كوباية تزوديها تخليها كوباية، كوباية ونص، مفيش أي مشكلة خالص. وخليها تاخد غلوة مع المية اللي أنا حطيتها دي. وبعد كده بقى نبتدي نتبل مع بعض. طبعا بطل أساسي مع كبدة الفراخ الفلفل الأسود. النهاردة لما نحط الفلفل الأسود هنزوده كده حاجة بسيطة كده، عشان ده هيدي ريحة وطعم حلو قوي قوي بعد سلق الكبدة. فلفل أسود، وهنحط كمان ملح، وهنحط اي بهارات مشكلة عندك. ولو عملتي بهارات ست الحبايب برضو حطيها معاها، مفيش حطي 7 بهارات. وبعد كده بنحط رشة قرفة
بتدي طعم حلو وريحة حلوة جدا جدا. وبعد كده كمون وكزبرة وشوية بابريكا لو موجودين عندك. مجموعة التوابل دي بتدي طعم حلو جدا، كأن الكبدة دي بالظبط بقت لحمة معانا. بعد كده قلبي بقى، خلي كل التوابل دي تدوب كده، والكبدة كده ايه تاخد الريحة والطعم الحلو بتاع التوابل مع المية اللي حطيناها، ونسيبها شوية تغلي وتاخد وتدي كده مع الخضار ومع التوابل ومع المية. ده اساسي لنجاح الوصفة بتاعتنا، ان احنا بعد ما نحط التوابل نقلبها كده ونسيبها تغلي شوية. وتعالوا بقى نعمل لها دقة عبقرية. هنجيب الكبة او الهون واحط فيها معلقة كبيرة توم. التوم بنزوده شوية. وعندي فلفل احمر بارد، انا عايزة كباب الحلة النهاردة انا مش عايزاه يبقى حراق. لو انتي حابة ان كباب الحلة النهاردة، كباب الحلة الكداب بتاعنا ده او الاقتصادي، ولو انه برضو مش اقتصادي قوي يعني، كبدة الفراخ مش رخيصة يعني، لو عايزاه حراق زودي هنا قرن فلفل حامي، مفيش اي مشكلة خالص. اضربي التوم ده كده توم مع فلفل احمر بس، وهنقسمهم على 2 على جزئين. هاخد نص الخلطة اللي انت شايفينها، على فكرة انا مش حاطة مية، المية دي اللي نازلة من الفلفل والثوم مع بعض. هجيب كده طاسة صغيرة وهحط فيها شوية زيت، وهاخد نص الخلطة بس من الكبة او من الهون، النص بس، شايفين؟ وهشوحه كده بالشكل ده. ده اللي هيديها طعم بقى وريحة هتقلب البيت كله، ما شاء الله ريحة في منتهى الجمال. طيب النص التاني اللي في الكبة عندي هعصر عليه ليمونة كبيرة بالشكل ده وادوبهم في بعض، ودول هحطهم على كباب الحله بتاعنا اللي بالكبده من غير ما تتشوح. يعني نص الدقه دي بنشوحه في معلقه زيت زي ما انتم شايفين، وممكن كمان معلقه سمنه بلدي هتدي طعم حلو جدا. والنص التاني حطيت عليه عصير ليمون، واروح حطاه على الكبده كده تشربه كله في قلب بعضه قبل ما انزل بالدقه اللي بتتشوح، بتدي طعم حلو قوي. الدقه دي يا جماعه بصوا دي اللي عليها عصير الليمون بس. وشمي بقى الروايح بقى من هنا وجاي بقى الروايح هتبقى عالمية ان شاء الله. قلبي الاول كده الدقه اللي حطينا عليها عصير الليمون، وطبعا عصير الليمون مع الكبده حاجه كده رائعه ما شاء الله عليها. بعد كده بشوح بقى الباقي ده كده في معلقه الزيت لغايه ما الاقيه ابتدى ينشف معايا، ميه الفلفل اللي كانت نزلت دي نشفت كويس قوي في الدقه الحلوه اللي انا بعملها. وبعد كده اروح نازله بالدقه دي على خلطه الكبده كلها او خلطه كباب الحله بتاعنا. بس يا ستي هنا بقى ممكن تحطي شوية مية، تزودي مية وتبقي عملتي صوص كده حلو لونه جميل، لونه بني حلو قوي كده منه فيه، كأنك حاطة دي مجلاس بالظبط، كأنك عاملة كباب حلة بالظبط. بس يا ستي قلبي، انا بس عايزاها ناشفه شويه لان انا هقدم جنبها مكرونه بالصلصه، فعايزاها تبقى شويه متماسكه كده مع المكرونه. ممكن نقدم ايه كمان؟ ممكن رز ابيض هيبقى حلو جدا معاه، وممكن زي ما قلت لك تزودي الميه وبقى فيها صوص حلو وتتغمس بعيش ونحمر جنبها بطاطس. كل دي افكار جميله لتقديم كباب الحله بتاعنا النهارده. الريحه يا جماعه بتفضل في البيت لغايه تاني يوم والله من جمالها. يعني بصوا الجمال، الطبق على قد ما هو بسيط ما خدش مننا مقادير كتير، لكن امشي على الخطوات صح. التوابل وكل خطوة عملناها اعمليها بالظبط، هيطلع معاكي الطبق الجميل جميل جمال ملوش مثال ما شاء الله. شفتوا حلاوته؟ والدقة اللي عملناها دي سواء اللي حطينا عليها الليمون وحطيناها لوحدها او اللي شوحناها في الزيت لغاية ما مية الفلفل نشفت وطشيناها عليها في الاخر، الاتنين دول بيخلوا الطبق ده حكاية، طبق شهي جدا. يلا يا جماعة اللي لسه ما اشتركش في القناة يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. سلام عليكم.